عوامك حضروا معايا الوصفه دي. هنجيب كوبايه دقيق مع شويه ملح شويه سكر، ونبتدي ان احنا نحمرهم على النار ربع تحميره. نحط عليهم كوبايه ميه ونبتدي نقلبهم تقليبه كويسه جدا. كوبايه الدقيق دي بتاخد عليها 3 كوبايات ميه مش كوبايه واحده. ونبتدي نحط مكعب مرقه ونقلب نقلب كويس لحد ما العجينه تبتدي تتماسك معايا. واول ما العجينه تتماسك معايا وتلف معايا نبتدي نحطها في كيس ونقسمها ونفتح منها عجينه عاديه خالص زي العجينه اللي بيتعمل بيها العيش وبيتعمل بيها الحواوشي. العجينة دي سهلة وخفيفة وروعة. ممكن تستخدم في عيش الحواوشي، ممكن تستخدم في القلي، يعني نحشيها كده فراخ متقطعة او لحمة عصاج ونحمرها على النار في الزيت، او انها تتحط في الفرن. رهيبة يا جماعة واحلى من التانية اللي بتتعمل على البارد. يعني دي في التسوية بتبقى تحفة جدا. حشيتها جبنة وقليتها في الزيت وحشيتها